وحتى نسوي الشيش طاوو بطريقة سهلة وسريعة. تابعوا الفيديو للنهاية. السلام عليكم. اليوم سوية نسوي شيش طاوو بس هالمرة مقلي. الفيديو اللي قبله سويناه مشوي بالفرن، اليوم نقلي. طبعا هنا الخضار حسب الموجود والمتوفر عندكم. انا هنا عندي جزر، بطاطا، فلفل اخضر بارد، اللي يريد يحط حار بمكان البارد براحته. هنا عندنا كوسه، العفو يعني شجر اخضر، وبصل. وهنا رشه فلفل اسود للخضار، واللي يحب بدال الفلفل الاسود يحط كركم، هذا براحته طبعا. وهم راح حطينا رشه ملح. عندنا هاي العيدان، هاي منقوعة صار لها تقريبا 6 ساعات بالمي. لازم ننقعها بالمي، سواء اذا شويناه بالفرن او قليناه بالطاوة. هسه نبدي نشيش. طبعا انتو حسب الرغبة. قطع اللخم. الى ان نكمل نشيشه بهالطريقة. هذا منظره ورا ما كملناه. هسه راح نبدي نقلي. حرارة الزيت وسط. نبدي ننزل الشياشة مالتنا، والنار هم تكون وسط، يعني لا تخلوها قوية حيل حتى ياخذ راحته بالاستواء. طبعا هنا راح اذوب قطع مال قشور الليمون، بس القشر بالزيت حتى تتعزز النكهة. هسه هاي نقلب. هسه مستوي نشيله. طبعا اذا تنزل هيك قطع عادي، يعني بالنسبة للمبتدئ لا تخاف. هسه اذا تلاحظون الشيش هنا شوية قصر، لان كان مو مريح بالقلي فقصيته بالبلايس من النهاية. اذا تحسون الشاشة يعني طويلة بالنسبة للطاوة وما تريحكم بالقلي، تقدرون تقصون بالبلايس من الطرف. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل جديد. وهذا الشيش طاوو مالتنا صار جاهز، وعليكم بألف عافية.